العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل، أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. أنشطة الزراعة الخريفية تسير بشكل جيد في أغلب المناطق. خدمات طب العيون تحقق تطور ملحوظ في جنوب البحر الأحمر. سيول تحدث أضرار في البنية التحتية بمديرية شيء. روسيا تستعد لحملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا في أكتوبر الماضي. قتلى جرى اشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان. وشركة الخطوط الجوية اللاتينية تعلن إلقاء 2700 وظيفة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أوضح مكتب وزارة الزراعة في إقليم القاش بركة عن تسارع النشاط الزراعي منذ نهاية شهر يوليو بعد تأخره طول الأمطار. وأفاد مسؤول تنمية النباتات في المكتب السيد ناقاسة هبت ميكائيل وضع خطة لزراعة مساحة 240 ألف هكتار بالذرة والبقوليات والبذور الزيتية هذا العام في الإقليم، لكن المساحة انخفضت لمخاطر وباء كورونا وتأخر هطول الأمطار، داعيا المزارعين للاستفادة الجيدة من الأمطار المبشرة حاليا. وأشار إلى عدم هطول الأمطار في معظم مناطق الإقليم في شهر يونيو وجزء من يوليو، وبدأت الأمطار من الأسبوع الثالث لشهر يوليو بمعدل مبشر في كافة المناطق. وذكر عن تسيير الحراثة بالوسائل التقليدية والجرارات الخاصة والحكومية، موضحا تقديم الجرارات الحكومية للحراسة بأسعار مناسبة رغم قلتها. وأوضحت توقعات الأحوال الجوية لاستمرارية هطول الأمطار لفترة طويلة في منطقة القرن الأفريقي، وعلى المزارعين تسيير نشاطهم الزراعي دون قلق والقيام بالمتابعة اللازمة لآفة الجراد. أفاد الكادر الصحي في إقليم جنوب البحر الأحمر تحقيق نتائج مرضية لخدمات طب العيون في الإقليم. وأوضح جراح زرقة العيون في مستشفى عصب الممرض جبرائيل الملكوت أن طب العيون الذي بدأ بقدرات محدودة يتوسع ليشمل الجراحة وتركيب النظارات والفحوصات الطبية. وأكد عن ارتفاع المرضى المعاودين للمستشفى بنسبة 100% مقارنة مع العام السابق، و60% منهم أجريت لهم عمليات جراحة زرقة العين وغيرها وتوزيع النظارات بعدد كبير. وأشار إلى إجراء فحوصات العيون لأكثر من 11,000 طالب وتقديم النظارات مجانا ل 89 طالب. وقال أن التطور الذي تحقق في القدرات البشرية والمعدات ساهم لخدمات جيدة. تسبب امتلاء خور لابا بأكثر من حجمه نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في 30 من يوليو في الهضبة في تدمير الحواجز المائية والقنوات الموزعة التي شيدت في الأشهر الماضية في مناطق قنصل وطاورة ودبرت حسب ما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الإدارية. وأوضحت إدارة مديرية شعب بإقليم شمال البحر الأحمر بأن السيول المتدفقة بقوة ذهبت إلى البحر وكان بإمكان استخدامها في ري مساحة 1550 هكتار. وتسببت السيول في تدمير شامل لحاجز مائي في منطقة قنصل بطول 125 متر و250 متر، حاجز في منطقة دبرت خلق حفرة بعمق 9 أمتار. ورغم أن مزارعي الشعب أجروا صيانة بتنسيق قدراتهم في الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن السيول المتدفقة في المرتفعات بقوة خلقت انجراف التربة في مساحات واسعة بمزارعهم ودعت لدعم سريع للآليات، هذا وبفضل إعداد الحواجز المائية في منطقة قدقد بالآليات رويت المساحات المعدة للزراعة بالكامل. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإدارية بأن سكان مديرية ميمنة ينظمون أنشطة تنموية منتظمين حسب مناطقهم. بموجب ذلك نظم سكان منطقة مقابر طبلة منسقين قدراتهم أنشطة نفير لصيانة الطريق يربط بين منطقتي عد مروبي وعد قلبيت
في طريق ميمنة عدخلع. كما نظم سكان ضحية شوم تنبوسة نفيرا تنمويا لصيانة طريق ترابي يربط بين منطقتي ميمنة وعد حنس، وطريق آخر يربط بين ميمنة وعد بحيلاي. توضح المعلومات الواردة بأن سكان المناطق المديرية الأخرى يقومون بأنشطة تنموية واسعة. سيداتي سادتي، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. ذكرت وكالات أنباء محلية أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو يجهز لحملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا المستجد في أكتوبر بعد استكمال التجارب السريرية لأحد اللقاحات. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الوزير قوله أن معهد جماليا البحث التابع للدولة في موسكو استكمل التجارب السريرية للقاح ويجري حاليا الاستعداد لإجراءات تسجيله. وكان مصدر قد قال لرويترز الأسبوع الماضي أن أول لقاح محتمل ضد مرض كوفيد-19 في روسيا سيحصل على الموافقة التنظيمية المحلية في أغسطس، وسيجري تطعيم العاملين في مجال الصحة بعده بذلك بقليل. ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل على مستوى العالم سعيا لوقف جائحة كوفيد-19. وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 4 لقاحات على الأقل وصلت إلى المرحلة الثالثة الأخيرة من التجارب على البشر، وهي 3 لقاحات في الصين ولقاح واحد في بريطانيا. دلعت اشتباكات بين حرس الحدود الباكستانية والعديد من الأشخاص الذين حاولوا التوجه إلى أفغانستان للاحتفال بعيد الأضحى، ما أسفر عن مقتل أشخاص بحسب ما أعلن مسؤولون. وقدمت كابول وإسلام آباد روايتين مختلفتين، وتبادل البلدان الاتهامات بالمسؤولية عن الواقعة التي حصلت على الجانب الباكستاني من معبر شامان سبين بولداك الحدودي في غرب البلاد. واتهم مسؤولون أفغان باكستان بإطلاق قذائف وفتح النار على حشد من المدنيين ومقتل 15 شخصا. في المقابل قالت إسلام آباد أن القوات الأفغانية فتحت النار أولا. وعادة ما يكون هذا المعبر الحدودي مزدحما، لكنه بات مغلقا معظم الوقت في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. أعلنت شركة الخطوط الجوية البرازيلية تشيليا لاتام، أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية، إلغاء نحو 2700 وظيفة، أي ما يمثل ثلث قوتها العاملة، في محاولة منها لمواجهة العواقب الكارثية لجائحة كوفيد-19 على قطاع النقل الجوي. وقالت الشركة أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع النقابات لخفض الأجور، أنها قررت نتيجة لذلك خفض عدد موظفيها للحفاظ على نشاطها. وأشارت لاتام إلى أنها ستقدم خطة مغادرة طوعية، ثم ستباشر بعد ذلك بتسريح الموظفين إذا لم يكن هناك عدد كافي من الموظفين المتقدمين للمغادرة. وفي أبريل كانت الشركة قد أعلنت انخفاضا بنسبة 95% في أنشطتها. ونشأت الشركة من اندماج بين لاتام التشيلية وتام البرازيلية. أعلنت الإمارات على لسان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على موقع تويتر عن نجاح تشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية السلمية الأولى في العالم العربي. وتملك الإمارات احتياطات كبرى من النفط، وقامت أيضا باستثمارات كبيرة في تطوير مصادر بديلة من الطاقة بينها الطاقة الشمسية. وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل أول المفاعلات الأربع في المحطة النووية قبل سنوات، لكن جرى التأجيل عدة مرات على خلفية إجراءات السلامة المرتبطة بالمشروع الضخم، إلى أن منحت المؤسسة المشغلة الضوء الأخضر في فبراير الماضي. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.